في مقلاة نوضعوا زيت الرومية أو حتى الزيت البلدية اللي موجود، شوية الزيت نضيفوا لواحد الكمية كبيرة ديال البصلة كيف ما كتشوفوا هنايا، وغادي نخليها حتى تدبل. المهم هاد الطريقة اللي غنشارك معكم طريقة مختصرة بالنسبة للبسطيلة، يعني كتوجد دغيا دغيا ما كتاخذلناش اليد كيف ما معروفة على البسطيلة التقليدية. في دونك غادي نخلي هنايا البصيلة كيف ما كتشوفوا كتدبل والكمية تكون كبيرة، لأن كتعرفوا بأن البسطيلة كتبغي كمية كبيرة ديال البصلة. غادي نحتاجو معاها، انا هنايا درت واحد 4 البصلات كبار نيت من الحجم ديالهم، وهنا درت صدر واحد ديال الدجاج مقطع مكعبات. هاد الطريقه كتختصر لنا كثير من الوقت. المهم الا كنتو نتوما غديروا غير صدر الدجاج، يعني غديروا واحد جوج بالنسبه لهذا المقدار اللي عطيتكم انا ديال 4 البصلات يكونوا كبار من الحجم كبير. انا درت صدر واحد لان عندي دجاج يعني طيبته من قبل، كان عندي بقى لي شاطلي دجاج من الدجاج المحمر. الا كان شي دجاج هكا مخضرينو بشي خضره او شي حاجه ما يصلحش، فقط كنستعملوا الدجاج الا كنتو طيبتو هكا الدجاج المحمر بقى لكم منه 6 ايار او دجاجه كامله، يمكن لكم تستعملوها كتكون ناشفه ومحمره مزيان، يمكن لك تستعمليها. وداكشي حتى انا اللي استعملت داكشي علاش هنا غتشوفوا الكميه الصدر كانت كميه قليله، لان غنضيف من بعد الصدر ديال بقى لي يعني بقات لي الصدر يعني كله باقي لي ديال الدجاجه كبيبره هكا، هي اللي غنستعمل مع هاد الكميه اللي درت من يعني ديال الصدر الاخر. كنتمنى تكونوا فهمتوني. غادي ندوزو باش نعطروا هادشي. من بعد ما كطيح البصيله كنضيف البزار، السكينجبير، الخرقوم كيف ما كتشوفوا. اللي بغى يضيف واحد العويد القرفه، انا ما درتوش، ما كنستعملش الثومه نهائيا انا في البسطيله. وغادي نخليها بلا ما نضيف لها حتى شي قطره د الماء حتى يعني ديك البصيله كتطلق الماء ديالها، والدجاج راكم عارفين تيطلق الماء ديالو، فكيطيب غير في هذا، غير في الماء اللي كتطلق البصله والدجاج. وهنا واحد الملاحظه، العافيه تكون مهيله الا بغيتيو يعني البصله تطلق الماء والدجاج يطلق الماء ديالو ويطيب هادشي غير في الماء ديال البصله والدجاج، فخص العافيه تكون مهيله. اما الا جهدتي والعافيه ما غاديش يطلقوا الماء، وغتكونوا مضطرين نتوما تضيفوا الماء. كيف ما كتشوفوا هنا قلت لكم بانه هاد الطريقه ديال انك تستعملي صدر الدجاج مقطع طريفات او مكعبات او شرائح اللي بغيتي نتينا كيسهل عليك الطريقه. وهذه طريقه مختصره للبسطيله. اللي بغاها هكا كتوجد دغيا دغيا، يعني في الصباح وجدت لي بالزربه دغيا دغيا، مقبضتش مني وقت. شويه ديال الربيع كيف ما كتشوفوا، الربيع تيكون غالب المعدنوس مقطع يعني قطع صغيره، كيف ما يمكن لك تعملي غير بيضه هكا باش ما يطلقلكش داك اللون الخضر، يعني كيبقى داك اللون ديال هذا ديال العمره كتجي في هذاك الخضوريه. اللي ما كيبغيش يعني ديك الطريقه يضيف هكا غير بيضه ويزولها من بعد كيف ما كتشوفوا هنايا. وغادي نغطي عليهم وغنخليهم حتى يطيب الصدر ديال الدجاج، وهو ما تيقبضش وقت كتير، يعني دغيا دغيا طاب، ماشي بحال فاش كديريها هكا دجاجه كبيره تتشد لك اليد وكتشد الوقت. المهم هنايا غادي نوريكم بانه الصدر ديال الدجاج صافي راه طاب كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نزولو وغادي نخليه جانبا، وغادي نضيف له، يعني هنايا ما سجلتها لكمش ولكني انا قلت لكم راه كانت عندي واحد الدجاجه ما كاملاش يعني اللي بقات لي صافي، ضفت لها فرتها وزودت لها داك اللحم كله وزدت لها الصدر اللي كان عندي. هنايا كنضيف نص كاس ديال السكر سنيده، ما يكونش عامر، يعني نص كاس ما وافيش، نص كاس يعني هو هذاك السكر سنيده. وغنضيفوا واحد المعلقه ديال القرفه كما كتشوفوا. وهنايا غنضيفوا هاد القضيه هذه حتى كتكون البصله تعسلت لنا. وكنضيف هنايا واحد ربيع كاس ديال زيت العود حيت ما درتهاش انا في الاول، وغادي نخليها على عافيه مهيله وما نرصاش من التحراك، وما نغطيوش المقله ديالنا، نخليوها عريانه وعلى عينينا، يعني كنشوفوها مقابلينا باش ما تحرق لكمش. وكنبقاو هكا ملعقه معلقه الخشب ولا مغرفه الخشب، كنبقاو معاها هكا حتى كتعسل مزيان، وكتبقى غير ديك القطيره ديال الزيت ولا ديك الدميعه اللي كتبقى صافي. وهاد الكميه السكر اللي عطيتكم راه ما جاتش نهائيا حلوه بزاف، واصلا هذه بسطيله اللي كنقولوا بسطيله حلوه يعني خصها تكون حلوه، ولكن ما جاتش زعما حلوه بزاف، هي هذيك جات هاد انا جاتني ناقصه في الصراحه. هنا كما كتشوفوا ضفت الكميه اللي عندي ديال اللحم من بعد ديال الدجاج، من بعد ما ضفت له راه الصدر راه باين، ضفت له كان عندي ديجا بقالي. وغادي نزيدها على ديك البصيله، وغنخلي هاد اللحم تعسل مع ديك البصله وكتشرب ديك التغميره. وما كيجيكمش بهذه الطريقه، ما كيجيش داك البسطيله ما كتجيكمش ناشفه. وكما كتشوفوا معايا انا ما درتش هنايا نهائيا البيض،
وهاد الطريقه هذه كتجي رائعه، وكتجي البسطيله خفيفه بزاف، ما كتقهم حتى شي حاجه، وكتجي غزاله غزاله. جربوها، وكما قلت لكم هذه طريقه مبسطه وسهله، يعني اللي عمرو ما دار البسطيله ويجربها بهذه الطريقه راه غتجي ناجحه 100%. كتجي طريقه مبسطه ورائعه. وكما قلت لكم هذه اللحيمه كتجي معسله حتى هي، وكتجي شاربه ديك لاصوص، ما كتجيش ناشفه، يعني كتجي غزاله بزاف. هاد الطريقه هنايا عندي اللوز كيف ما كتعرفوا، هنا درت انا بالنسبه لهذا المقدار درت 750 غرام، وبقى لي منه في الصراحه شي كاس. سلقته وحمرته وطحنته، ودرت لواحد 2 معالق السكر سنيده، ودرت لواحد شويه القرفه. وكيف ما كتشوفوا هنايا صافي بديت الخدمه. درتهم بسيطلات صغار. كندير الحشو ديالي ديك الدجاج مع ديك التغميره، وكندير واحد 2 معالق ديال اللوز مهرمش. كيف ما كتشوفوا مهرمش، يكون مهرمش مزيان، يعني ماشي مهرمش يبقاو لكم طراف كبار، كيكون مهرمش بنفس يعني الحجم، وكيكون مهرمش مزيان، يعني مطحون مزيان، كيكون حبيبه هكا. وصافي وغادي ندوز من بعد ما كندهنوا اكيد الورقه مزيان. هنا من بعد ما كندهنوا الورقه مزيان، هنا ديك لاصوص اولا ديك الزيت اللي كتبقى لي على اللي كنصفي، فاش كنصفي ما قلتها لكمش، ديك العماره كنديرها تصفى، وديك الزيت اللي كتقطر هي اللي كندهن بها الورقه. ولا تسالات لي كنزيد لها شويه ديال الزبده دايبه، انا كندهن بالزبده دايبه، كتعجبني وكتجي مقرمله وكلشي. وكاين اللي كيفضل الزيت، وكنديرو اكيد الجهه الحرشه هي اللي لداخل، والجهه الرطبه هي اللي كتكون على برا. وصافي كدهني الورقه ديالك، وكديري العماره ديالك، وكديري عليها اللوز، وكتجمعيهم وكتستفيهم هكا في شي صينيه ديال الفران. وهنا الفران خصكم تدخلوها العافيه، تكون مهيله باش كيجيو دوك الوريقات مقرملين. راه الا زربتيو عليها وزدتيو العافيه كتجي الورقه كتجي يعني ما كتجيش مقرمله، كتجي بحال اللي فازقه، كتجي الورقه ما كتجيكمش مقرمله. العافيه تكون بحال الشميعه مهيله، وكندخلوهم. وبالنسبه للعافيه دائما كتكون من التحت، يعني ما كنشعلوش عليها العافيه من الفوق باش ما يعني ما كتلهبش دغيا وكطيب لكم وكتبقى لك الورقه ما كتجيش مقرمله. كنديرهم انا دائما كيطيبوا في الاول على الوجه ديالهم، يعني العافيه من التحت، وانا قلبهم على الوجه باش ما كيتنفخوا لكمش، حتى كيتحمروا ليا مزيان. وعاد كنقلبهم على الظهر ديالهم باش كيكملوا الطياب ديالهم. وقبل ما تدخلوهم واحد الملاحظه انا هنايا ما شرت لهاش وما وريتها لكمش في الفيديو، كنتكوهم واحد 3 تكات بداك ديك القطيبات ديال الخشب اللي كيتباعوا، اولا ديك المهم كتكيهم 3 القطيبات، اولا ديك ديال القضبان، العويدات القضبان سواء الخشب، انا درتهم الخشب او الاخرين. كتكيوهم هكا باش ما كتنفخلكش. وكما قلت لك الطريقه الاخرى باش ما يتنفخولكش، وانني كنطيبهم على الوجه ديالهم. فاش كنقول لكم كنطيبهم على الوجه، دائما العافيه من التحت، العافيه ما كنشعلهاش نهائيا على البسطيله من الفوق نهائيا. وكما كتشوفوا هنايا راه غير كان الليل وهذا، والاضاءه ما عطياش حقها، جاو رائعين جدا، جاو لذاذ بزاف، جاو يعني ديك اللحيمه جات معسله وشاربه ديك التغميره، ما فيها لا بيض لا والو. كاينين الناس اللي ما كيبغيوش البيض، عندهم حساسيه من البيض، وهذه طريقه حتى الناس العاديين كتجي مبسطه وسهله وبالزربه كتوجد. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو